عم انت مالك بيها دي؟ السلام عليكم كده، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم تاني بفيديو جديد، فيديو لذيذ مع الاستاذ عبد الله الاستاذ بيدو. اهلا وسهلا بيك، منورنا والله. وحشتوني والله كله. لا انا منورني والله العظيم. القناه بتاعتي ما انت منورني هنا في الاوضه بتاعتي. منورني والله النهارده يا استاذ عبد الله. نورك والله يا استاذ امين وحشتونا كلكم. حاسس ايدي يا عم الجو حر. ايه رايك في جاي لكم النهارده بحلقه ايه رايك؟ محدش هيشوف بعدها الفرحه. ايه رايك في مين ده؟ في الراجل دوت انا باخد منه كل معلوماتي، ما باخدش معلومات من حد غيره. الراجل دوت بيقول عن الارض انها عامله زي قرص الطعميه. طبعا لو هذه القطعة لم تكن موجودة ما كانوش حطوها على الدولار. هو ليه بقى حاططها على الدولار؟ وليه حاطط علامة العين جواها؟ يبقى في هنا ربط في الموضوع. هو هنا بيقول للعالم. مش فاهم ايه علاقة الدولار بالهرم. هرم، انت مسكت ورقة الدولار قبل كده؟ اللي بيبقى محطوط عليها هرم وفي قلبه عين كده بتاعت الماسونية. عامل زي ال10 جنيه الجديدة كده، يقول لك واحد بيبقى تقريبا هتوريه له ولا ايه؟ ده انت بتاعي والله. علاقة الفلوس بالفراعنة. عن أهمية الهرم وأن هذه القطعة موجودة لدينا ونحن من خلالها نرى كل شيء، وفي يوم من الأيام هتجتمع لكي يعمل الهرم كما كان سابق عهده في القادم، وتبدأ السيطرة الفعلية على العالم. ثواني، يعني سابق عهده في القادم؟ سابق عهده في القادم. في القادم؟ ده انا اديك القادم. ايوه، يعني هو القادم ده كان زمان ولا دلوقتي ولا بعدين؟ هو مين؟ هو بيتكلم على، انا مش فاهم حاجة، اقسم بالله انا مش فاهم حاجة. كل ده قالوه من الصورة دي ببساطة، كل ده قالوه من اللوب. نفسرها. صاحبي هو بيكبر الحاجة الدنيا. هذه القمة المفقودة في الهرم موجودة عندي على الدولار. ليه حطوها على الدولار؟ وليه مفصولة؟ خد بالك انها مفصولة. ما تبص على الدولار. طبعا مفصولة. حلو. يبقى معنى كده الجزء اللي مفصول. انا الصراحة ما مسكتش دولار قبل كده عشان اعرف. ما مسكتش دولار. السؤال ده للاطباء، هو في فعلا مرض اسمه سرطان؟ يعني ايه؟ الناس اللي ماتت بايه؟ يعني في محتاجين حد من الاطباء يجاوبنا. هل في مرض حقيقي اسمه سرطان؟ انا دكتور بقول لك في مرض حقيقي اسمه سرطان. فاشل بس في مرض اسمه سرطان عادي، تجاوبهم. هل هناك فعلا مرض اسمه في مرض اسمه انا وانا وهو ده مؤثر. ده المثال. انا نفسي في برنامج ده على التلفزيون. بيصيب البشر وما هي ماهيته؟ ايوه، انت عندك عدد كبير من الناس توفوا بسبب الكانسر والسرطان. رحمة الله عليهم. الموضوع ده رحمة الله عليهم. بس هو في حاجة اسمها السرطان؟ عايز حد يجاوبني. لا الله يرحمه، الله يرحمه مطرح ما راح يا عم، ما تقرفناش. بس مفيش حاجه اسمها سرطان برضه. رحمة الله عليهم. مش حاسه حقيقي كويس. لا انا بس شايف كلمه مرض السرطان دي خدعه يعني ولا ايه؟ الاطباء يجاوبوا. ما هو ايوه في، مش مفيش. محمود صح، مفيش. قلت لك الراجل ده قدوتي بعد ابوي. الناس اللي بتموت من السرطان ده من الاستعباط. شوف حد انا عملت ايه؟ هو اشمعنى كل وباء كان بيحصل في تاريخ البشريه كل 100 سنه؟ ليه مش كل 90 سنه؟ انا حاسس ان هو الدجال. يعني انا اسف، انا في وجهه. ليه مش كل 70 سنه مثلا؟ ليه مش كل 80 سنه؟ اللي مش وقت 3-4 سنين. شوف حد ليه برضه؟ ليه ما حبتنيش؟ ليه ما حبتنيش؟ ليه؟ اصل يعني ليه؟ لا شغل خلاص شغل. وجهه نظري ان ايلون ماسك هو المسيح الدجال القادم. احنا مش بنتفرج بس على افلام، احنا بنتلقى رسائل مهمه. وانا بتفرج على الرساله اللي بتجيلي اللي هو يا ابني قوم ذاكر. شغال تلقى رسائل من الافلام. ايلون ماسك مش المسيح الدجال. المسيح الدجال قاعد جنبه.
تم تزييف التاريخ الميلادي، احنا المفروض نكون في سنة 1725. كل الكواكب عليها صح، هو بيتكلم صح، لان دي مستحيل تبقى 2000 دي مستحيل تبقى 1000، دي مستحيل تبقى حياتي اصلا. حضرتك بتقول ايه؟ متقدمين كام سنه؟ 3 سنين 30 سنه 300 سنه 300 275 سنه. ما احنا في 2025 يبقى 300. صح. شاطر. ما تدوس يا اسطى، انت عمرك مقطوعه. الله فلاح. قاعد مع عمرو فرج. اوريدي احنا بنعيش في فيلم كبير على احنا اصحاب بلدنا. 99% من اشكال الكائنات الفضائيه اللي تم عرضها في افلام هي حي. ايوه انا قلت فعلا. ما انا شفتك في فيلم قبل كده. احنا سحليه. لو انت كنت الشيطان هتعمل ايه علشان تخليني ابعد عن ربنا ولكن من غير ما انا اخد بالي؟ والعياذ بالله يعني. كان بيكلم الاي اي في مره فقال له ايه انا بقول له اعمل لي حاجه فما عملهاش، شتمته قام قال لي طب السكرين هينزل هنا. انت معاك السكرين؟ لسه على التليفون، مستحيل امسح حاجه زي دي. مش هحط السكرين، اخليك حاطط كده. صح، عندنا نظريه المؤامره وفي نفس الوقت بتشغل دماغنا كده اللي هو لا مش كل حاجه نسمعها نصدقها. هو مفيش نظريه مؤامره عموما انا ما بصدقوش في اي حاجه. ده كده ما بصدقوش هو عموما. هو ما عملش حاجه جديده فعلا، اللي هو انا هصدق مين انا؟ بس ده بقول الشمس لمبه ليد كبيره. والله هو قال كده؟ انا اللي عندي فينوس. مفيش حاجه اسمها نظريه مؤامره، لا هناك واقع لازم ان احنا نعيشه وخلاص نرتب حياتنا على ان احنا جوه المؤامره فعلا. على حاجه بقى، فكك من احنا معمول علينا مؤامره من اليوتيوب. فيديوهاتنا ما بتوصلش. بيقفلوا لنا القناه بتاعتنا وانا بكلم اليوتيوب. امشي على طول واسال على سمير ويليام. اسمه ايه؟ سمير اريان؟ ايوه ويليام، سمير ويليام. سمير اريان. انت مش جدع. انا حلو عشان انت ان هناك احداث سوف تحدث. طبعا اراده يعني ربنا. ايه هناك حدث سوف تحدث؟ ما الاحداث هتحدث. على فكره كنت راح في كلمتين المره اللي فاتت بس انت قطعتني فنسيتهم. ايه في الفيديو ابن ايه في الخرا ده؟ ان العالم انتهى اصلا في 2012. عالم ايه اللي انتهى؟ وما احنا فين؟ ما احنا فين بجد؟ يا بركه دعاك ياما. انا ميت. دي مش حياتي. انا دلوقتي في النار وانا عمال اقول العذاب ابن اللي انا عايشه ده. ليه ما فكرتش لحظه من اللحظات ان ممكن انت تكون بتتعامل معاهم في حياتك اليوميه اصلا ممكن جزء منهم ما يكونش بشر؟ هو انت محضر لنا المفاجاه الجايه ولا؟ خالص اكيد مش هجيب معايا كائن فضائي. لا بس فعلا فكر في هذه الجزئيه. هل انت واثق ان كل انت مين يا ابن بيقول له اكيد مش هجيب معاك كام فضائي. اصل هو حاطه في الايس بوكس، في البوكس بتاع القطط، فاهم اللي هو في شنطه اللعب. عارف اللي بيصعب عليا في الموضوع كله ايه؟ الراجل قاعد قصاده ده بجد يا اتجنن. الراجل اتلحس والله. كل الناس اللي انت بتقابلهم في يومك في المحلات في الشوارع في اي بلد في اوروبا او في اي بلد، انت واثق ان هم بشر 100%؟ انا معايا ناس في الكليه شويه بهايم، انا واثق ان انا ما بقابلش بني ادمين طول الوقت. ولا انا والله العظيم مش كلهم. شويه سحالي على شويه في كمان معايا شويه حرابيق، فاهم ان النسوان الحرابيق. يعني 130,000 واحد عمل لك على ايه؟ مقتنعين بده. مقتنعين عايزين حد انت مصدق انه انت ب 2024؟ بس قول لي او لا. على تاريخنا ولا تاريخكم؟ تاريخ مين؟ تاريخهم اللي هم مين دول؟ مين؟ بقول على تاريخنا ولا تاريخكم؟ هم الفاضيين عندهم تيك توك؟ احتمال. ممكن يكون منزلوه عشان يتعامل معانا. احتمال. لا. خلاص عرفت انك فاهم. انت عقلية هيك جميلة. والفضاء ومن امتى الفضاء نزل الخليج؟ نزل له قبضة الخلاجة ده امتى؟ يا ده فضائي متجنس في السعودية. مش سعودي، عراقي ده. متجنس ايا يكن بس يعني حاجة غير المصريين. انت مين بيعطيك المعلومات؟ عادي خدني اعطيك. انت مين يعطيك عامة؟ مين يعطيك؟ عايز حد يعطيكم. بتقضي من مين؟ نفسي والله العظيم هموت واجيب نفس الاستفسار دي. ده بجد والله هموت. من مين؟ في المطرية ولا في العباسية ولا انت شكلك بتجيبها من التجمع. لا التجمع ما بيجيبوش الاصطفات الحلوة دي. هو عامل كده. جاست محمود صلاح.
بيك مي انا بزيل الجدل. قد عقلي. مستحيل هاي من استنتاجك. أروبا انت برضه. الكلمة اللي ما بتقولها لما اخبي ولا حاجة. أروبا يلا أروبا انت. أروبا يا أروبا. أروبا انت يا ابن اللعيبة. دول 4 جمل انت تثبت بيهم اي حد يعدي حدوده معاك وانت وسط الناس. 1، لو حد بيقطع كتير ما تقولوش ما تقاطعنيش انا مش عارف اتكلم، قول لهم انا مش عارف اسمعك وانت بتقاطعني. دول 4 جمل هتقولهم لحد بس يعني ممكن نعمل ما تقطعنيش، هخلص وهبقى اسمعك. انا مش عارف اسمعك. دول 4 بس ممكن جمل. نعمل حاجة تانية يا عم بس انت برضه ما قلتش ممكن نعمل حاجة تانية دي ولا لا؟ 2، لو حد غلط فيك وسط الناس ما تزعقش وما تتغشمش، خليك هادي وقول لهم ممكن تقول اللي انت لسه قايله تاني، ده هيثبته عشان هو مستحيل يغلط فيك تاني. انت بتسمعش الكلام ليه من اول مرة يا عم؟ ما تسمع بقى وتفهم. هو ده عشان انا نسيت والله. اقول ايه؟ تاني 3، لو حد عدى حدوده معاك في الهزار، بدل ما تقول له هو انت تعرفني عشان تهزر معايا، قول له انا ما بقبلش على نفسي ان حد يهزر معايا كده. لا ماشي ده قافل. كده يكون وصلنا اخر فيديو. الفيديو عجبك تعمل لايك شير سبسكرايب. وهحب اقول لكم تاني وحشتونا بجد، شهور غايبين بس وحشتونا وراجعين تاني بقوه. وفي برنامج جديد هينزل اسمه مش هنحرق الاسم، مش هنحرق حاجه حاجات كده جدا هو هينزل في وقته